لو لقيت نفسك القرآن ده قاسي عليك وصعب عليك حفظه، راجع نفسك وبينك وبين الله في خلوتك، انطرح بين يدي الله وانكسر له وتذلل وابكي بين يديه وقل اللهم أتوب إليك من كل ذنب حال بيني وبين كلامك، حال بيني وبين حفظ كتابك يا ربنا، اللهم فوفقني لحفظه ومن علي بحفظ القرآن في عافية. الله بوفقك وبيتوب عليك وبيهديك. لكن يا اخواننا تلقى عمرك واحد يقول لك لا، هو القرآن ده عنده ناس معينين بيحفظوا، ما معينين. ربنا قال ولقد يسرنا القرآن لشنو؟ للذكر فهل من مدكر. يعني شنو؟ يعني حافظ. الله يسر حفظه، لا يجوز يحفظه. والله يا اخوان احيانا عجمي ما يعرف من عربية اي حاجة، الله يسر له يحفظ القرآن ده. كنت في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت طالع من باب 5 حتلقى قدامك معرض كبير اسمه معرض القرآن الكريم. خش المعرض ده، في المعرض ده يا اخواننا في مصحف خاتمه، انت تيجي مرة يقول لك مكتوب على المصحف ده نسيم اختر. المصحف ده عبارة عن نسيج بالخيط، مصحف كامل ناسجينه بالخيط. المرة اللي نسجته اسمها نسيم اختر، باكستانية من باكستان، ما بتعرف تتكلم عربي وأمية، كلمة واحدة في العربية ما تعرف، لكن تحفظ القرآن عن ظهر قلب. نسيم دي سألوها وقصة عشان يجيبوها هناك يكرموها شنو؟ نسيم دي يا اخواننا باكستانية عمرها 30 سنة، فكرت تخدم دين الله بشنو؟ وهي ما عندها شيء، لكنها مجيدة في الغزل، الخياطة مجيدة فيها. بقت تفتح المصحف الرسم العثماني تعال له قدامها وتشيل الخيط، تحاكي ألف لام ميم، ترسم رسم بالخيط، بدت الكلام ده عمرها 30 سنة، انتهت من المصحف كامل عمرها 65 سنة. دي كم سنة؟ 35 سنة. المملكة سمعوا بها، رسلوا ليها زيارة وحج وعمرة لبيت الله الحرام مجان، تكريم لها. جابت المصحف ده، الآن في معرض القرآن الكريم مختوت، جابوها كرموها. فواحد من اللي بيسألوا قال نسيم اختر العمر اتقضته ده يبدو انها قصرت في حق ناس كان مفترض انه تأدي حقوقهم. الام منو؟ قال زوجها واولادها، انها عندها زوج وعندها 5 ابناء. هي بتجاوب بالاردو قالت ابدا ولا واحد ما قصرت في حقه. قال لها طيب كيف القرآن ده نسجتيه؟ قالت استخدمت 6000 متر في كتابة كتاب الله جل وعلا. 6000 متر من الخيط استخدمتها، تخيل كده، لحد ما نسجت المصحف كامل. فسألوها كيف وفقت بين زوجك وأولادك وبالقرآن؟ قالت لهم منذ 35 سنة لا أنام السحر، أصحى حتى الصباح أنسج كتاب الله جل وعلا. 35 سنة تديها قلم تقول لها اكتب اسمك ما تعرف تكتب. دي موفقة ولا لا يا اخوان؟ الله وفقها تحفظ كتاب الله جل وعلا. وحضرت تكريم لمرأة عمرها 95 سنة حفظت كتاب الله في المملكة، جا كرم الأمير وأولاده جابوا له ذهب عشان حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى.